ما سر راية وطنك؟ أعلام الدول ليست مجرد ألوان وأشكال، بل رموز وراءها تاريخ الشعوب. دولة قطر: اللون العنبي يرمز إلى الدم الذي أريق أو الدم المتختر. اللون الأبيض يرمز إلى السلام. الرؤوس التسعة ترمز إلى أن دولة قطر هي عضو التاسع في الدول المتصالحة في دول الخليج العربي. السودان: اللون الأحمر يشير إلى دماء الشهداء. اللون الأبيض يرمز إلى نقاء السريرة والصفاء ونبل الطباع. اللون الأسود اللون الذي اشتق منه اسم بلاد السودان، ويجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطن والتراث، ويرمز أيضا بالانتماء إلى القارة السمراء. اللون الأخضر يرمز إلى نماء البلاد وثروتها الطبيعية. الإمارات العربية المتحدة: استلهم مصمم العلم ألوانه من الكلمات الشعرية التي كتبها صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا، خضر مرابعنا، سود وقائعنا، حمر مواضينا. فلسطين: اللون الأسود يدل على الظلم والاضطهاد. اللون الأبيض يدل على السلام والمحبة، وهي رسالة الذين بعثوا على أرض فلسطين. الأخضر رمز الخير والنماء والبركة والأمل بالمستقبل. الأحمر يدل على الشهادة والتضحية والعطاء. جمهورية مصر العربية: اللون الأحمر يشير إلى القوة والأمل. الأبيض يدل على النقاء والسلام. الأسود يدل على عصور الاستعمار التي عانت منها مصر. النسر يتوسط العلم ويدل على قوة مصر. الجمهورية العربية السورية: الأحمر يشير إلى تضحيات الشعب وكفاحه. اللون الأبيض يعني الأمل. اللون الأسود يرمز إلى الجمود. النجمتان تشيران إلى سوريا ومصر أثناء الوحدة. الجمهورية اللبنانية: الأحمر يشير إلى دماء الشهداء التي أريقت في ثورة 1943. الأبيض يرمز إلى بياض الثلج الذي يتراكم على جبال لبنان، وهو رمز الصفاء والسلام. شجرة الأرز ترمز إلى القداسة والخلود والصمود. المملكة الهاشمية الأردنية: الأسود يشير إلى راية الدولة العباسية. الأبيض راية الدولة الأموية. الأخضر راية الدولة الفاطمية. الأحمر مع النجمة راية الثورة العربية الكبرى. الجمهورية الجزائرية: الأبيض يدل على السلام. الأخضر يرمز إلى ثروات البلاد والازدهار. الهلال والنجمة الخماسية يرمزان للإسلام بصفته دين الدولة الرسمي. البحرين: الأحمر يشير إلى المعارك. الأبيض يرمز إلى السلام. المثلثات الخمس تشير إلى أركان الإسلام. الجمهورية اليمنية: الأحمر يرمز إلى الثورة. الأبيض ويرمز إلى مبادئ الثروة ونقائها. الأسود ويرمز إلى عهد الظلام. المملكة العربية السعودية: اللون الأخضر يشير إلى الدين الإسلامي. الشهادة تدل على الحكم بالشريعة الإسلامية. السيف يشير إلى القوة والتضحية. الجمهورية العراقية: الأحمر يشير إلى الشجاعة. الأبيض يعني السماحة والكرم. الأسود يرمز إلى عهد الخلافة العباسية ببغداد. النجوم الثلاثة ترمز إلى وحدة اقترحت في السابق تضم مصر وسوريا والعراق، وأضيفت عبارة التكبير أثناء الحرب الخليج. المملكة المغربية: الأحمر يرمز إلى دم الشهداء. النجمة الخماسية ترمز لأركان الإسلام الخمس. الأخضر يرمز للأرض الخصبة. الجمهورية التونسية: الأحمر يدل على دماء الشهداء دفاعا عن الوطن. الأبيض يدل على السلام والأمان. الهلال يدل على الانتماء العربي. النجمة الخماسية تدل على قواعد الإسلام الخمسة. الجمهورية الليبية: الأحمر تضحيات الشعب أمام الاحتلال الإيطالي. الأسود التبعية لدولة الإسلام الكبرى. الأخضر الانتماء إلى الأرض وهي أصل الحياة. الهلال والنجمة دلالة على أركان الإسلام وأن الدولة إسلامية. وفي الختام شاركنا باسم دولتك المباركة. وفي النهاية لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم كل حلقاتنا. إلى اللقاء.